لو حد بيشوف الفيديو ده وهو في فترة محبط فيها شوية يعني وموده مش أحسن حاجة، فممكن أشارككم بحاجة بتساعدني إن أنا أطلع من المود ده. الحاجة دي نصها كلنا بنعمله وعارفينه، والنص التاني أعتقد إن هو مش كومن أوي أو محدش كتير يعرفه. النص الأولاني هو تدريب الامتنان، إن احنا بنجيب مثلا ورقة وقلم وبنكتب كل الحاجات الحلوة اللي عندنا، أو مثلا نختار 5 حاجات احنا ممتنين ليهم. ده كله احنا اوريدي عارفينه. الإضافة اللي أنا أعتقد إن مش ناس كتيرة بتعملها، واللي فعلا بتخليني مودي يتحسن جدا، هو إن أنا بعمل امتنان على الحاجات اللي وحشة اللي مش عندي. يعني اوكي، باخد الموضوع بالعكس شوية. يعني مثلا اقول الحمد لله ان انا مش مثلا مش عندي فلوس خالص لدرجة ان انا بضطر اتسول مثلا. يعني عارفين الموضوع الموضوع بيجي بافكار بتضحك شوية. الحمد لله ان انا مش مدمنة مثلا، فهضطر ان انا اسرق وعشان عايزة اخد الجرعة مثلا في حاجة متسلطة جدا عليا ومش عارفة اتخلص منها، وهتبقى السبب في ان انا هترفد من شغلي. يعني كل السيناريوهات دي الحمد لله مش موجودة عندي. الحمد لله مفيش اي يوم بضطر انام بالجوع الا لو انا عايزة اعمل دايت، ده موضوع تاني. بس مفيش يوم انا بنام بالجوع عشان مش عندي اكل. عارفين يا جماعة، لو مثلا كنت جيتولي مثلا من سنتين، انا بقول مثلا كتير قوي، مش مشكلة. لو كنت جيتولي من سنتين كنت ممكن ارفض طريقة التفكير دي خالص، لان لو انا بفترض انه الحمد لله انا بنام دايما عندي اكل في التلاجة، طب ما هو في ناس ما عندهاش اكل، انا كده هشعر بالشفقة ناحية الناس دي وهتضايق عليهم، فكده هكتئب اكتر، فانا كده عملت ايه؟ بس اكتشفت انه بجد لما بدخل جوه شعور الشخص اللي ممكن يبقى الحاجات دي كلها مش عنده وانا الحمد لله عندي، فبحس ان انا عايزه اقوم اخد النعم اللي عندي بالحضن، اللي انا كنت واخداها for granted، وبصحى كل يوم ازعل على شويه الحاجات اللي ناقصاني. بقيت حاسه ان انا لا، بجد عايزه اقوم اخد كل النعم اللي عندي بالحضن واشكر ربنا عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه برضو اللي هي مهمه قوي، ان انا بقيت احس ان انا عايزه اساعد بقى الناس اللي انا عماله اتخيل ان هم في مصيبه. طب الحمد لله انا طلعت كويس، يعني انا طلع كل المشاكل الضخمه دي مش موجوده في حياتي. ف واي نوت بقى ان انا اساعد بقى الناس اللي هم في موقف اوحش بكتير. عارفين يا جماعه الحته دي بقى اللي هي بنطلع فيها بره، بنخرج بره الذات، يعني بنطلع بره ذاتنا ونفكر في ناس تانيين ممكن يكونوا عندهم مشاكل اكبر في حياتهم. فعارفين الخروج بره الذات ده لوحده اصلا بيشفي من الاكتئاب حقيقي يا جماعه بجد. احنا اصلا بحس ان احنا اغلب مشاكلنا سببها ان احنا يعني متمحورين حوالين ذواتنا. انا حاسه لا، ده كلام، ده فلسفه اوفر، سيبكم اعملوا سكيب الحته دي. يعني احنا عاملين زومينج ان على المشاكل بتاعتنا زياده عن اللزوم. ده اللي انا اقدر اقوله، يعني ان احنا مركزين على المشاكل بتاعتنا زياده عن اللزوم. انا لو هتكلم عن نفسي بصراحه، انا ساعات بتحبس جوه مشكله عندي، بتحبس فيها بتجيب اجلي يعني. فاعتقد انه اغلبنا كده بنتحط جوه مشكله، بنتحبس جواها. فلما احنا بنشوف مشاكل الناس التانية عامله ازاي، بنطلع بقى بره نفسنا ونشوف الناس التانيين محطوطين في ايه. فلما بتطلع بره مشاكلك دي بتصغر في عينك، بتحس انه هي بقت جزء من ضمن شوية اجزاء كتير انت شايفها، مش هي المشكلة الوحيدة الضخمة قدام عينيك. يعني لو انت بتمر فترة صعبة، جرب ان انت تمتن على الحاجات السيئة اللي مش موجودة في حياتك، وقولي يعني it works ولا لا.